أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا نتكلم عن جواب هذا السؤال، وهو كيف يتفوق طالب العلم. الإنسان لما ينتخب هذا الطريق، طريق الإلهي، طريق أهل البيت، ويريد أن يخدم الدين، لا بد أن يلتزم ببعض الأمور. من جملة تلك الأمور التي ذكرتها لكم هي الاهتمام بالفرصة. لا بد أن ينتبه طالب العلم بأن الفرصة لا تكون في كل الأوقات. هذه الفرصة فرارة، لم تكن لأحد دائما، بل في وقت خاص. ليس منا من لم يحاسب نفسه كل يوم. شوف، يعني اغتنم الفرصة، حاسب نفسك حتى الفرصة التي حصلت إليك لمحاسبة نفسك لا تفوت عنك. إذا أنا كل يوم حاسبت نفسي واستفدت من الفرصة، عاري عن الذنوب، لأنه حاسبت نفسي، رجعت إلى ما فعلت، وبالنهاية إذا وصلت إلى نقطة وتلك النقطة كانت خطأ فيما مضى، أسعى أن أمحي خطأ الذي ارتكبته سابقا. هذه اغتنام الفرصة. ولذا لا بد أن الإنسان يكون منتبه طول حياته. إمام موسى الكاظم عليه السلام ينبهك بأن كل يوم حاسب نفسك. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. يعني من الفرص التي نعطيكم في حياة الدنيا، ارجعوا وحاسبوا نفسكم. هذا محاسبة النفس يمكن لها موارد كثيرة، من جملتها أنت تريد تخدم الدين وتقول أنا أدرس بعدين أخدم الدين، أريد أن أسعى لنصرة المذهب، لنصرة الدين، ولكن أيامك دعت تمضي بشكل هباء منثورا. لا تدقق في مشيك وتحصيلك وفي كسب العلم، لا تدقق في طريقك ومشيك وتعلمك. إن أنفاسك أجزاء عمرك لا تفنها إلا في طاعة تزلفك. هذه الأيام الذي تمضي عليك من أجزاء عمرك، اصرف هذه الفرصة في طاعة الله حتى تقدر تتقرب إلى الله. لا تفني هذه الفرصة، اعرف قدرها. شوف أمير المؤمنين روحي له الفداء شي يقول: إن عمرك وقتك الذي أنت فيه. الله الله، اغتنموا الفرص. عمرك هذه الأيام اللي تجي وتروح. يعني لا تقول عندي وقت، لا تقول أنه عندي وقت، بعدي شباب، في ريعانة شبابي، في بدء الأمر. لا تقول هذا. اعرف أن الأيام دعت تمضي، هذا عمرك دع يروح. يوم يصل تقول يا ليت الشباب يعود. ليش؟ لأنه تريد تقرأ،
تريد تحفظ، ليس لك طاقة، ولذا اغتنموا الفرص. إياك والكسل. شوف إمام موسى بن جعفر روحي له الفداء شلون ينبهك: إياك والكسل والضجر فإنهما يمنعاك حظك من الدنيا والآخرة. كون على حذر، لا تقعد تاكل تنام بس مالك خاصية، لا تكون بدون خلق وأخلاق، لا. إذا كنت ساهيا وجالسا وما عندك خلق للتحصيل لا تستفيد من الدنيا والآخرة. اعلم لابد أن تكون قوي واعي راغب للدراسة راغب للخدمة، بحيث لما يراك أحد يراك ليلا ونهارا أنت مشغول بالتحصيل تريد تخدم الدين. ولذا موسى بن جعفر الإمام الرؤوف روحي له الفداء ينبهك: لا تكون جالس وكسل، لا، كون قوي. شوف إمام أمير المؤمنين شلون ينبهك للاغتنام الفرص. يقول: قلما أدبر شيء فأقبل. إذا راح بعد ما يرجع. ريعانة شبابك راحت ما ترجع، تقعد تنعي: يا ليت الشباب يعود، يا ليت الله يرجعني. كلا، ما ترجع، ما يرجع الشباب. ولذا أمير الكون علي بن أبي طالب ينبهك: قلما أدبر شيء فأقبل. الإنسان بالنهاية تمضي أيامه. شوف أمير المؤمنين روحي له الفداء شلون ينبهك: من اشتغل بالفضول فاته من مهمه المأمول. ليش تقعد تتكلم تحكي كلمات لا فائدة لها، تمضي أيامك بدون فائدة؟ ليش؟ أنت تريد تخدم الدين، تريد تنصح المجتمع، تريد تكون قدوة للناس. ولذا لا تشتغل بمسائل ليس لها فائدة. هذه المسائل ستوقفك عن التحصيل، تأخذ منك الفرصة. الله معطيك فرصة، الله فتح لك باب، اغتنم. الآن احنا في مجتمعنا ابتلينا، تشوف في مجلس أشخاص قاعدين، أنا أتكلم عن طالب العلم فعلا وليس مرادي العوام من الناس. تشوف طالب العلم قاعد موبايل بيده قدام العوام، في مقابل العوام. وهذا هو الذي الإمام أمير المؤمنين ينبهنا: لا تأخذون أيامكم بمسائل فاشلة، لا تمضي أيامكم بمسائل ليس لها فائدة. اغتنموا الفرص، استعينوا ببركة التي الله سبحانه وتعالى قدمها إليكم، عرضها إليكم، وفقكم أن تكسبون هذه الفرصة لأن تخزنوا في أنفسكم من المعارف الإلهية، علوم أهل البيت، إلقاءات أهل البيت، حتى المجتمع يستفيد. وإلا طالب العلم إذا ما اغتنم الفرصة سيسبب هذا الشخص في المستقبل انحراف الناس، كما
بأعينكم ترون هذا الشيء في المجتمع. الآن دول المسوين فرقة استفادوا من طرق ضالة، الناس العوام المساكين ايش مدريهم؟ ما يدرون، ولذا يتابعون عبالهم شيء جيد. اغدوا عالما أو متعلما وإياك أن تكون لاهيا متلذذا. الله الله، تمضي أيامك بحيث إما تكون محصلا أو عالما. اذهب إلى طريق الصحيح واغتنم الفرص، وكون على حذر في هذه الدنيا حتى الله سبحانه وتعالى يأخذ بيدك. وإن شاء الله نستمر بالكلام بالجلسات الآتية، والحمد لله رب العالمين.